ازاي تحسب عدد السعرات اللي محتاجها في اليوم في 3 خطوات بس؟ اول حاجه هنحسبها البي ام ار، وده عدد السعرات اللي جسمك بيحرقها في اليوم من غير ما تعمل اي حركه. والمعادله هنا بتختلف بين الراجل والست. معدل البي ام ار للراجل هيبقى وزنك في 10 زائد طولك بالسنتي في 6 25% ناقص عمرك في 5 زائد 5. طب لو ست هيبقى نفس المعادله، بس الفرق في الاخر بدل ما تزود 5 هننقص 161. مثال معانا، لو انت شاب عندك 25 سنه وزنك 80 كيلو وطولك 180 سم، هتحسبها ازاي؟ هتجيب وزنك اللي هو 80 كيلو تضرب في 10 زائد طولك بالسنتي اللي هو 180 سم في 6 25% ناقص عمرك اللي هو 25 في 5 زائد 5. وزي ما قلنا لو 6 هتنقص 161 بدل من زود 5. هيطلع معانا رقم وهو ده معدل السعرات بتاعك في اليوم. تاني خطوه معانا هتحسب معدل النشاط اليومي بتاعك. لو انت النشاط بتاعك خفيف ما بتعملش حركه شغل مكتبي هتضرب في 1.2. لو نشاطك متوسط شويه بتعمل شويه رياضه في اليوم هتضرب في 1.55%. طب لو انت شخص نشيط بقى ورياضي وبتعمل رياضه بشكل مستمر هتضرب في 1.9. الشخص اللي معانا في المثال حركته متوسطه فهنضرب في 1.55%. الرقم اللي معانا هيطلع 2800 سعر حراري. يعني هو كده محتاج حوالي 2800 سعر حراري في اليوم علشان بس يحافظ على وزنه. تالت خطوه معانا وهي الهدف. لو انت عايز تخس، عايز تزيد، عايز تثبت في الوزن، ده حاجه براحتك انت. لو عايز تخس هتنقص من الرقم اللي طلع معاك من 300 ل 500 سعر حراري. لو عايز تزيد في الوزن هتزود من 500 ل 800 سعر حراري. طب لو مش عارف تحسبها اكتب لي في الكومنتات سنك ووزنك وطولك ومعدل النشاط بتاعك وانا هحسبها وابعتها لك.